مساء الفل عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم ريفيو على النيش بتاعي. جبت كام طقم كاس، والمفروض ان العروسه تجيب كام طقم صيني، وكام طقم كوبايات. النهارده هشرح لكم بالظبط النيش بتاعي. هو عباره عن 3 ضلف، ضلفه على اليمين وضلفه على اليسار، وضلفتين كده في النص مقابل بعض، اللي هو ايه، يبقى الرف الكبير اللي شايل الحاجه التقيله. هنا معاكم يا حبايب قلبي، هنا معاكم الطقم الاكروبال ده. طقم مكون من الاطباق، يعني الاطباق بتاعته، والطقم الفناجين اللي زي العسل ده برضك معاه اهو. وطبعا جاي معاه طقم اللي هو الكوبايات دي، والشفشق بتاعه بيبقى عبارة عن 6 كوبايات، وبالشفشق بتاعه كوباية عصير. والفناجين برضك 6 فنجان والطبق بتاعه تمام. وهنا معايا الطقم اللي هو ده، اللي هو الخشاف. تعملي بقى فيه جيلي، مهلبيه، ام علي، كريم كراميل اللي انت عايزاه بتعمليه فيه. طبعا الحاجات ديت انا بقالي يعني ما شاء الله 5 سنين جايباهم. ففي حاجات طبعا طلعت اجدد، وفي حاجات طلعت احسن، بس ما شاء الله يعني من 5 سنين مش من كتير ولا حاجه. وهنا التحفه دي حاطاها هنا في النيش في النص هنا كده. وهنا جايبه طبعا معاكم طقمات كاسات، اللي هو الطقم ده اول طقم كاس معايا. ده التاني، ده عباره عن 6 وده عباره عن 6 تمام. ولسه في طقم برضه تاني، ده اللهم صل على النبي جاي بالشفشق بتاعه اللي هو ده، ما شاء الله اهو. ده كده طقم كاسات، وده التاني، يبقى كده 2. ده يا حبايب قلبي طقم الصواني اللي تحت خالص ده، عبارة عن 2 بيتحطوا في النيش كده، ملهمش دعوة بالمطبخ خالص. ده يعني يعتبر بيبقى زينة زي زينة كده. وهنا يا حبايب قلبي الطقم ده ما استعملتوش خالص، طقم الشوربة. هو بيبقى بولة كده كبيرة، وبالغطا بتاعها، و6 مجات. ده للشوربة، بس ما استعملتوش خالص نهائي. وهنا يا حبايب قلبي بردك النيش ده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. ده بقى التحفة كلها، ده التحفة الفنية كلها بصراحة. يعني أنا بحب طبعا إن أنا أقف قدامه كده، لو آخد صورة قدامه آخد صورة قدامه، يعني جميل جدا. طبعا أنا كنت ناوية أحط طقم عسل في المطبخ، بس حبيت أجيب للمطبخ طقم عشاء، اللي هو طقم اللي هو الميلامين اللي أنا بغرف فيه الأكل معاكم وكده. ده طقم العسل اهو، ما شاء الله. تقريبا أكتر من 50 قطعة اهو فوق خالص. ومعاكم بردك الطقم ده، عبارة بردك عن ما شاء الله أطباق وبولة للسلطة كبيرة، وطبعا كوبايات كده بالشفشق بتاعها. ده شفشق، أو في بلاد تانية بتقول على دورق. ده هوت ما شاء الله الشفشق بتاعه. وطقم كوبايات عبارة عن 6 كوبايات، و6 فناجين، طبعا بردك بالطبق بتاعه اهو، ما شاء الله. بصي حاجة في منتهى الشياكة والروعة والجمال، مفيش بعد كده. طقم لذيذ جدا وجميل ما شاء الله. بصوا حبيت اوريكم برضك اللي هو معاه سكرية كده زي العسل ما شاء الله. وبرضك معاه طقم فناجين للقهوة، حاجة في منتهى الشياكة والروعة. بص الجمال، بص الحلاوة، جميل. ده برضك لو عايزة تعملي فيه قهوة للضيوف، لزوج حضرتك، للأولاد، برضك مفيش مانع. وهنا يا حبايب قلبي طقم الاكروبال تاني، انا جايبه 2 اكروبال. طقم اكروبال تاني عباره بردك عن ما شاء الله بوله كبيره للسلطه او للشوربه والاطباق بتاعتها. وعباره عن 6 كوبايات كده. طبعا ده مش بتاع شاي، ده لو بتاع شاي يبقى اسمه برميل شاي مش كوبايه شاي. هنا 6 كوبايات، ده بقى للميه للعصير زي ما انت حابه. وهنا يا حبايب قلبي بردك الشفشق بتاعه بتاع الطقم، ما شاء الله اهو، بالغطا بتاعه. لحظة واحدة، بالغطا بتاعه كده. بصوا منتهى الشياكة، منتهى الروعة.
وما شاء الله ذوقه جميل جدا وذوقه هادي جدا. وهنا بردك مع الشفشق يبقى 6 كوبايات من دول للعصير بقى. والعصير معاكي لرمضان، بينفع معاكي رمضان، كل حاجة ماشي معاكي ما شاء الله عليه. وهنا بردك يا حبايب قلبي الطقم ده اسمه عندنا الطقم الصيني. الطقم الصيني ده اكتر من يعني ما شاء الله اكتر من 130 قطعة ما شاء الله، كبير كبير معاكي. عبارة عن اطباق بولات عبارة عن ما شاء الله اهو بتاع الشاي. بس طبعا ده بيتحط كده، ده زينة في النيش. انا حطاه في رفين لانه طقم كبير جدا. يعني الطقم ده الكروبال والايكوا بايركس والطقم العسلي دايما بيتحطوا في رف واحد لانه هو ايه بسيط وحاجه خفيفه. انما الطقم الصيني ده بيبقى جاي في كرتونتين، فبيبقى اكتر من ان هو ياخد رف واحد يعني. وهنا جاي بردك معاه شبه براد بردك، تصب شاي تصب قهوه كده ما شاء الله. وبردك معاه هنا زيه بردك طقم فناجين، يعني بسم الله ما شاء الله طقم كوبايات معاكم. وهنا تحت طقم فناجين كبيرة واللهم صل على النبي بولة شوربة. وبس هنا خلصنا الصف ده. قولوا له بقى ايه رأيكم وما تنسوناش يا حبايب قلبي بقى في وسط الكلام كده في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكاتكم اللي زي العسل. وهنا يا حبايب قلبي لسه في رف تاني ضلفة تانية. هنا ممنوع التصوير او الاقتراب بصراحه، يعني انا ما بطلعش حاجه خالص من النيش من هنا. يعني لو الطقم الميلامين اللي عندي في المطبخ اللي انا بغرف فيه في الاكل وكده اما يقدم عندي كمان سنه ولا 2 كده باذن الله، او كمان شويه كده يعني عامه ابقى اجيب طقم تاني اكروبال بقى ميلامين، يعني حاجه جديده. انما النيش ده ممنوع حد يقرب منه خالص، ممنوع. هنا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. هنا الطقم ده جميل جدا. ده طقم عبارة عن اللي هو طقم الكاسات. ثانية واحدة ماشي، كاسة مش عايزة تسيب مكانها وتطلع. ده طقم لونه اسود كده، انا حبيت اللون ده جدا اهو. طقم عبارة عن كاسات 6 كاسات و6 كوبايات. عندك بقى اطفال عايزة تسيب لهم كاكولا او عصير او كده، وده للكبار كده. هاتي هنا الكاسة الكبيرة اللي هي الشفشق الكبير ما شاء الله، مش عارفه احركه من مكانه لان الصف واقف قدامه. وهنا يا حبايب قلبي الطقم القمر ده طقم الجاتو جميل في منتهى الروعه. هنا طقم عباره عن اطباق كده للجاتو تمام. وهنا طقم فناجين قمر كده الدهبي والباقي كله ابيض زي ما انتوا شايفين اهو. وما شاء الله اهو الدوريه دي كلها ذهبي كده، وهنا ابيض برضو في النص كده. جميل، حاجه في منتهى الروعه والشياكه. وعايزه اقول لكم ان انا اللي مظبطه النيش ده على ذوقي وبطريقتي الخاصه، والله ما حد عمله غيري بصراحه يعني. وهنا يا حبايب قلبي ده اللي بتصب بها الشاي اهو، عامل زي البراد في منتهى الشياكه ما شاء الله، جميل جدا. وهنا السكريه بتاعته معاه، ده اسمه طقم الجاتوه، لازم كل عروسه تجيبه، ده مفيش غنى عنه. وهنا البراد الكبير ده اهو ما شاء الله مفيش غنى عنه، لاي عروسه بتجيبه، لاي ست بيت عايزه تظبط بيتها وتفرش بيتها ما شاء الله. وهنا طقم السكاكين، المفروض ان طقم السكاكين ده بيتحط في المطبخ، بس انا حبيت احطه في النيش لان انا عندي سكاكين كفايه في المطبخ. وهنا يا حبايب قلبي طقم الميه ده حاطاه بردك في النيش لان انا عندي كتير. ومعاكم بردك طقم كاسات، وهنا بردك طقم كاسات مع طقم فناجين. واللي تحت خالص ده دي شنطه المعين. ونكتفي بهذا اللقاء المشرف، ومتنسوناش بقى يا حبايب قلبي في الاشتراك. ومساء الفل عليكم، وانتوا دايما مشرفيني وعلى راسي من فوق. مع السلامة، باي باي.